لو انت من الاشخاص اللي بيسافروا كتير جدا فهتقابلك مشكله، وهو ان انت تكوي الملابس بتاعتك. النهارده جبت لكم الحل الاسهل والاسرع، وهو المكواه اللاسلكيه ديت. المكواه دي عايز اقول لك ان ادائها ممتاز جدا، واللي يميزها ان انت تقدر تشحنها عن طريق منفذ الشحن التايب سي. فيها بطاريه قابله للشحن، ليها 3 مستويات للكوي. طبعا دي هتستخدمها عندك لو انت بتسافر كتير جدا، فهتحل لك المشكله ديت. بصراحه ادائها ممتاز جدا. هنجربها مع بعض دلوقتي ونشوف هل هي عمليه ولا لا. اهلا بك. دي المكوه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وهي ميني ايرون. عايز اقول لك ان هي بتيجي من شركه لوفانز، زي ما انتم شايفين كده. الموديل بتاعها واي دي 017 برو. عايز اقول لك ان البار بتاعها 5 فولت 2 امبير، بتيجي ببطاريه 300 ملي امبير. هنا عايز اقول لك ان البار بتاعها 120 واط، وتقدر تشحنها عن طريق منفذ التايب سي. زي ما انتم شايفين كده من الامام كده هيظهر معانا زرار باور، مجرد احنا ندوس عليه ضغطه واحده تقدر تنور معانا لمبه واحده زي ما انتم شايفين كده. ده اول مستوى. ضغطه تانية تنور معانا تاني لمبه، وكده تاني مستوى، تالت لمبه. يبقى كده ده اخر مستوى. 3 مستويات للكوي. عايز اقول لك ان هي بتسخن بسرعه جدا. نضغط ضغطه مطوله كده علشان نقدر نقفلها. بصراحه اللي بيميزها ان شايف ان هي حجمها صغير جدا، تقدر تشيلها معاك في العربيه، في شنطه السفر بدون اي مشاكل. اهم الحاجات اللي بتيجي في الكرتونه هي طبعا المكوه، ويجي معاها هنا كيس عشان حافظ ليها، كابل باور يو اس بي، بخاخه صغيره زي ما انتم شايفين كده، وهنا قطعه سيليكون علشان تقدر تحمي بيها المكوه. في نقطه هنا مهمه جدا عايز اقول لك عليها، ان انت تقدر تلف المكوه بالاتجاه ده، بحيث ان انت تكوي برضو بطريقه سهله. تختار الاتجاه اللي انت عايزه وتقدر تكوي بيها. طبعا المكان ده بيسخن بسرعه جدا. عايز اقول لك المكوه بتسخن بطريقه سريعه جدا، احسن ما كنت اتوقع. هنروح دلوقتي نجربها مع بعض ونشوف هل هي بتكوي ولا لا. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.